مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وتحية لكم كبيرة من قناتكم المفضلة عادي نيوز. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا القنبلة، ما تنساوش تفرقعوا لي هذا الفيديو هذا جيم كومونتير، واللي ما مشتركش يدخل يشترك معنا باش ديما يوصلوا الجديد. عادل عمروش فضيحة جديدة بالنسبة للكرة الإفريقية، وكيعترف كما كيقولوا على المباشر في احدى القنوات التلفزيه الجزائريه باللي شنو كان كيدير في الحكام ديال المباريات الافريقيه. ما غاديش نطول عليكم، تبعوا معايا اشنو كيقول. من كلامك انه يعني التدريب ولا التحضير ولا ما يكفيش وحده. ما يكفيش. نعطيك انيكدوت. لعبنا شكون لعبوا مع انوغو رانجرز. لعبنا مع انوغو رانجرز عندهم في انوغو. طحت الحاكم هذا كنا نعرفوا يعني من بلاد اللي دربت فيها من قبل. خرج لي لاعب في دقيقه، يعني بدينا كالعاده خرج لي 10 خرج لي لاعب وضربه جزاء. ضربه جزاء الحارس تاعنا حكمها. دخل الرئيس تاعي قال لي كيفاش كوش واش راك تشوف ديف كيفاش؟ قلت له ما تقلقش. قلت له بعث واحد اسمه الفيستير تاع الاربيت، قل له واش شحال راك تطلب؟ قلت له خرج له ديريكت. قال له حنا بين 3 انا بين 4. شفت هكذا على طول. عطى له مبلغ، قالوا لا ماشي، قالوا حنا بين 4. قالوا زيد عطاونا اكثر. هذه انا عشتها في افريقيا. يعني كان امور اللي تشوفهم يعني من الصعب لهذا. شحال كتسوم شحال؟ هذا تعوسوا هذاك. تعرفوا انا راهي الدور. لا كان 32000 على ليبوك، 32000 دولار. قالوا احنا عندنا بين. واش من عام هذه عادل؟ هذه في 2001. تسمى 8000 دولار. هذه في 2001. اليوم راهي ما على باليش. إذن مشاهدينا كما سمعتوا، عادل عمروش كان كيعطي الرشوة الحكام باش كيربح المباراة اللي بغاها، وهذا الشيء هذا قالوا على لسانه وفي قناة جزائرية. والغريب في الأمر هو ملي قال لهم كان تفاوض مع الحكم شحال بغيتي، ما فهمتش انا الكراغره اللي جالسين كيتفرجوا كيصفقوا عليه وعاجبهم الحال وفرحانين. ولكن منين استدعاتو لجنه الكاف باش يحاكموه، ناضوا ابواق الكبرانات، حقا ما حقا، القجع الكولاسه، القجع هو اللي كيتحكم في الكاف. وحنا من هذا الفيديو هذا شفنا بان عادل عمروش هو اللي كيتحكم في الحكام. إذا مشاهدينا، هذه فضيحة كتنضاف للفضائح الاتحادية الكروية الجزائرية. هذه هي دولة حاضرة الكبرانات، كيخسروا فلوسهم وفي التالي كيخرجوا بزيرو نتيجة، بصفر نتيجة. مشاهدينا الكرام، بغيت هذا الفيديو هذا يتبومباردا يتفرقع بالبارطاج باش ما يقولكش ودي حنا المغاربة كنظلموهم. وما علينا الا نقولوا الله يهديهم والله يهديهم الله يهديهم على انفسهم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.